بعد عن الأكل من بعد الساعة 8 حتى ما يزيد وزنك. هاي المعلومة صح ولا نحن نضحك علينا؟ معاكم دكتور ولاء رحمون، أخصائية التغذية العلاجية مؤسسة سلامة وجودة الغذاء، وهي الحلقة الخامسة من سلسلة أعرف معلومة مش معلومة مع دايتيتكس أكاديمي البريطانية. خلال رحلتك لخسارة الوزن حتى تحصل على وزن صحي ومناسب أكيد رح تصادفك هالجملة واللي هي بتقول بعد عن الأكل تماما بعد الساعة 8 حتى ما يزيد وزنك. بس يا ترى هالمعلومة صحيحة ولا لا؟ في دراسة نشرتها المجلة البريطانية للتغذية شملت مجموعة من الأبحاث اللي انعملت على أكثر من 1500 طفل، تم تحليل عادات الأكل الخاصة فيهم وخاصة عادتهم في تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، والنتيجة الصادمة كانت إنه تأخير الأكل ما كان له أي تأثير بزيادة الوزن، ولكن الموضوع كان متعلق بنوع الأكل وكميته ومقدار السعرات الموجودة فيه. فمثلا إذا كانت وجبة العشاء عبارة عن أكلات سريعة، حلويات، مشروبات غازية أو سناكس غنية بالدهون، فبالتأكيد هالوجبة رح تسبب بزيادة الوزن، بالإضافة للمشاكل اللي رح تسببها للمعدة والجهاز الهضمي مثل الاضطرابات الهضمية، عسر الهضم وانتفاخ البطن. وهيك بنقدر نفهم المواعيد إنه هي ما بتأثر سواء كان الأكل بكير أو متأخر، طول ما أنت منظم وجبتك ومحافظ على جودة أكلك بحيث يبقى خالي من السكريات والدهون الضارة، فأنت هون بأمان. وضروري كتير كمان تكون مراعي آخر وجبة بتاكلها على الأقل قبل بساعتين أو 3 ساعات من النوم حتى تتجنب أي مشاكل بتحصل بالهضم أو حرقة المعدة. وهلأ شاركتني إذا كنت بتعرف هالمعلومة من قبل أو لا.